السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء، متابعين الأوفياء الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأفضل الأحوال. مهم خوتي العزاز، كما العادة ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج للقناة، جزاكم الله خيرا. ما غتخسروا علينا والو، اللي ما عطى من الكثير يعطي من القليل، فضلا ليس امرا، باش الفيديو يتشاف بزاف ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت ندوي في واحد الموضوع الساعة اللي حساس. جيت ندوي على ختنا كنا نضامنوا مع آية، وكنا بجنب آية ومساندينها حتى توقف على رجليها وتنسى الملاز عليها، وتنسى الماضي، وتنسى اللي داز عليها، المر اللي دوزته مسكينة. مهمة علينا نبدا الفيديو ديالي بواحد الكلمة شكر وتقدير للأب ديالها، الأب آية، اللي هو صراحة بغيت نعطيه واحد كلمة شكر، اللي هو إنسان طيب ما شاء الله، اللي فيه واحد القبول وواحد الهبة من عند سيدي ربي، واللي عجبني فيه بالوقفة ديالو مع بنته، ومدعمها بالحنان وبالعطف ديالو، وبرافو برافو والله العظيم. والناس وصراحة الناس شكرا للمتتبعين ديال الخزان اللي وقفوا معاها بزاف. هادي راه بالنسبة لي انا كنعتبرها مبادرة زوينة بزاف منهم، تعاونوا معاها طلع القناة ديالها حتى هي، حيت بنت درويشة وبنت باب الله، ماشي شي وحدة اللي ما تستاهلش، ولكن تستاهل، ويا ربي تعوضها وتنسيها في اللي داز عليها. آية سمعي اختي، عندك واحد الاب اللي بحال الجوهره، القيمه ديالو غاليه بزاف، ظريف وش غنقول لك، احسن اب ونعم الاب الصراحه، ومتفهم، يعني تفهم داكشي اللي عندك، بالعكس يعني ماشي بحال شي اباء كنشوفوهم او راه بزاف الاباء، راه كاين اللي غير توقع مع بنته واحد المشكله اللي ما كانتش بالاراده ديالها، غينوض غيقتلها بالعصا، يقدر يجري عليها، يقدر بنته تهز حوايجها وتخرج من الدار تهرب، يعني بزاف د الحوايج تقدر ديرهم. علاش؟ من الخوف. علاش؟ كيقول لك صاحبوا وليداتكم ووقفوا معاها وخذوا لهم الحق ديالهم. كاينين اللي كاينين بنات ووليداتكم اللي هما مظلومين وتغلب على امرهم، يعني كيقول لك حظي والحاضر الله، يعني الا جات شي حاجه فوق من الامر ديالنا ما عندنا ما نديرو، يعني راه والديها راه حداو معاها، ولكن داك الشيء راه مكتبو على سيدي ربي. كنتمنىك انك تنسي الماضي المر اللي دوزتيه وتعيش الحاضر. وشوفي اختي، راه هادشي مكتبو عليك الله، وحمد الله اللي عندك والديك، الله يعمرها دار، وحمد الله اللي رحمه سيدي ربي واسعه، وحمد الله اللي والديك في جنبك، وحمد الله وشكريه. وداك الاب اللي حداك عنقيه، بوسي ليه حتى رجليه، لان نعم الاب، نعم الرجوله، نعم فيه الحياء، فيه بزاف د الحوايج، الله يكبر بيه والله يخلي ليه بنيته. وانا بغيتك تبقى واقف مع بنتك الى اخر نفس لك، لانها محتاجه لك بزاف والله. بين فيه قاري وواعي ومثقف، وبين فيه الحياء ديال الناس الاصول. تهلاي فيها آية، تهلاي في باباك بزاف، وتهلاي في ماماك، وخدمي على قناتك ومستقبلك، وما يهموكش التعاليق الا كانوا سلبيين، وديري في بالك ان النجاح والشهره كتطلب الصبر، حتى حاجه ما كتجي سهله، خصك تتعبي وخصك تضربي تماره على القناه ديالك باش انك تطلعيها تباني مع الناس. وحمد الله اللي لقيتي انت، ربي بغاك وربي بغاك ولا حبب فيك الخلق ديالو، انت ربي بغاك ولقيتي اللي يعاونك. كاين اللي باغي اللي يعاونو ما لاقيش اللي يعاونو. شكرا للاخ الخزان، شكرا بزاف، لانه مسكين تعاون معاك، والله يكثر خير المتتبعين، ما بخلوش، لانه ما غتخسروا على الانسان حتى شي حاجه، راه جيما ما غتخسروا على حتى شي حاجه، راكم غير كتفرجوا. الويفي كاين اللهم دعموا القنوات اللي كيستاهلوا. اختي ما تلتفتيش للتافهين والحقودين اللي ما كرهوش وصلوا بحالكم، مسيره موفقه وحنا معاك، رعاك الله وحفظك. اسمعي اختي الحبيبه، حنا هكا نبغيوك، نسي الماضي المر اللي داز عليك، وديما الطاقه الايجابيه. وتحيه كبيره للاخ الخزان، والله العظيم الله يجعل ربي وقف معاه كيما وقف معاك، ونتمنوا نشوفوا فيك الخير والمعقول والحياء ورضا الوالدين، وتكوني خير للبنت المسلمه المتخلقه المحتشمه الملتزمه، ولا لعقوق الوالدين ولا للفساد
وكملي حياتك وباش الناس يحترموك بقاي محترمه راسك وغتمشي بعيد وما تنسيش قرايتك ونسي التجربه القصوى اللي دزتي منها وديري في بالك ما بقاتش الثقه في حتى واحد واخا كيما قلتي يبينوا لك الوجه البريء ما تثقيش فيهم غير كيكذبوا كوني قويه عافيه